مرة أنا راجع بالسيارة بيوصلوني للبيت، ولد 2. قلت لهم يم هذا باب المدرسة، أنا ساكن بمدرسة. واحد قال هذا الباب أزرق، واحد قال هذا الباب أخضر. فصار ببالي شيء، العين نفس العين والباب نفس الباب. هذا عينه ما بيها شيء وهذا عينه ما بيها شيء. فهمت قصدي؟ ليش اختلفوا في تشخيصهم للون؟ ليش هذا قال أخضر وهذا قال أزرق؟ فاستنتجت أنه حتى إذا تريد توصف الألوان فستوصفه وصفا شخصيا مو عاما. زين احكي لي عن الألوان. ما أعرف شيء عن الألوان. ما تعرف؟ أعرف أنه أكو إلها معادل. طيب الأزرق الصفاء، نعم. السماء، المي. الأخضر لون كل الأرض والورد. زين. الأسود يقولون إنه لون الظلام، بس بنفس الوقت يتغزلون بالعيون السود. تعال حلها. يحلها. زين هاي المفاهيم. الأبيض أعتبره لون البراءة. الأحمر أعتبره يجمع النقيضين، فهو لون الدم ولون الحب. الأصفر علامة الغيرة والحرارة والقوة. زين هاي المفاهيم فرضت عليك لو هذا إحساسك فعلا؟ لا مو إحساسي، لا طبعا. أريد تحكي لي إحساسك. ما أحس به، ما أعرفه. ما تعرف؟ ما أعرفه. ما تشتاق أن تعرفها؟ لا. أي لون برأيك هو أجمل؟ شي يضيف لي؟ لا أي لون برأيك هو أجمل الألوان حسب إحساسك؟ أعتقد شوف المجتمع. الأبيض. شنو اللي يميزه؟ يميزه بداية. الأبيض يعني لي البداية. الورقة قبل أن تكتب عليها هي بيضاء. القلب قبل أن يملأ حقدا هو أبيض. الطريق قبل أن يصبح مسكون بالسيارات والبيوت والمدري شنو هو أبيض. البياض دائما بداية. بداية. إيه. بالنهاية. بس بالنسبة للورد أحب الورد الأحمر. الأحمر. أنا أعشق الورد بجنون. شلون توصف الورد؟ ما أقدر أوصفه. أوصف شكله. ما أوصف شكله. ملمسه. شلون توصف؟ كل ورقة. الشكل. كل ورقة يوم من حياتي. كل ورقة من أوراق هاي الوردة هو يوم من الحياة. أعتبر هاي الورقة اللي هالكبر صغيرون مثلا أو هالقد أكبر شوي مكتوب بها قصص.